في هذا الفيديو سأعطيك عصارة جميع كتب التنمية الذاتية أو الثقافة المالية التي قرأتها منها، بما يعني أن أردت الغنى فهذا الفيديو. مرحبا، أنا حاتم من قناة شوبانسو. في هذا الفيديو سوف أتحدث باللغة العربية، مع العلم أنني لا أتحدث بطلاقة باللغة العربية، ولكن لكي تعم الفائدة. باش ما نطولوش لندخل في صميم الموضوع أو في صلب الموضوع. المهم ندوش على اللغة العربية ديالي. هذا الفيديو سوف يكون عبارة عن نقط مهمة فيها معلومات مفيدة قد تنفعك في حياتك اليومية، ماشي قد تنفعك، سوف تنفعك في حياتك اليومية. النقطة الأولى، سوف نضرب مثال للنجار والأدوات التي يستعملها النجار. أي نجار لديه أدوات يستخدمها في عمله، ولكي ينتج المنتوج النهائي لابد من تلك الأدوات، وبدون تلك الأدوات لا يوجد نجار. ولكن الشيء الأكثر أهمية من الأدوات هو النجار والحرف التي يملكها ذلك النجار. الحرفة أو الخبرة هي التي تحول الخشب إلى تحف فنية، وبالتأكيد عن طريق تلك الأدوات التي يستخدمها النجار ننتج التحف من الخشب. وكذلك نفس الشيء بالنسبة للمال، فالمال كذلك أدوات تقوم بمضاعفته، وإن لم تملك تلك الأدوات سوف ينتهي بك المطاف بخسارة تلك الأموال. هذه كانت النقطة الأولى. وبالنسبة للنقطة الثانية، عندما تأتيك ثروة من المال وأنت غير مستعد لها داخليا، فتلك الثروة سوف تذهب وسوف تخسرها في وقت قصير جدا، وهذا ما يحدث غالبا مع الأصحاب اليانصيون. بالنسبة للنقطة الثالثة، إن أردت أن تغير الفاكهة فعليك أن تغير الجذور، فالجذور هي التي تنتج الفاكهة. وهنا سنستدل بالآية التي تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن أردت أن تغير شيئا بك فعليك أن تغير نفسك أولا. بالنسبة للنقطة الرابعة، هناك فئة كبيرة من الناس لا تؤمن بالمهارة أو بالخبرة التي يمتلكها الأغنياء أو الأشخاص الناجحين، وذلك بحجة أنهم لا يستطيعون أن يروا تلك الخبرة، ويترجموا ذلك النجاح أو ذلك الغنى بأنه صدفة أو أنه ورث ذلك الشيء أو أن الأغنياء وأنك لا ترى الشيء لا يعني أنه غير موجود. خير مثال على هذا الشيء هو أنك لا ترى الكهرباء وما ما أنك لا تراها فهي موجودة، وإن أردت أن تتأكد من وجودها حط يديك في قابلة الكهرباء وسوف تتأكد منها. من الآن سوف نتوقف عند ذكر رقم النقط، لأن هناك الكثير من النقط ولا أستطيع أن أذكر رقم كل نقطة منها. المهم هو الإفادة التي تحتويه تلك النقط. النقطة التالية هي لكل سبب نتيجة، ولكل فعل رد فعل، في الصحة، في الغنى، في الفقر، في الوزن الزائد، في العديد من الأشياء، فلكل فعل رد فعل، وهذه قاعدة كونية. النقطة التالية تقول أن المال أصل كل الشرور. الأغنياء مجرمون، المال لا يشتري السعادة، ادخر أموالك للمستقبل وأنك لن تصبح غني. كل هذه الأشياء السلبية تؤثر سلبا على نفسيتك وتشكل حاجز بينك وبين الغنى، فعليك أن تتحرر منها قبل أن تسجنك مدى الحياة. فطريقك من الفقر إلى الغنى يحتوي على 3 نقط: الإدراك بوجود المشكل، التفهم وإيجاد الحل، وكذلك الانفصال على تلك الأفكار القديمة التي كانت تسجنك في الماضي. النقطة التالية هي عبارة عن قصة بين أم وابنتها ومقلاة والسمك. البنت كانت متزوجة، ودائما ما كان رجلها يحضر لها الأسماك وكانت تفعل فعل معين، وأنها تقص رأس الأسماك لكي تقليها في المقلاة. رجلها وجد الأمر غريب جدا، لذلك قرر أن يسألها لماذا تقصي رأس الأسماك لكي تقليها في المقلاة. وقالت ببساطة لأن أمي كانت تفعل نفس الشيء وأنا أقوم بنفس الشيء كذلك. وعندما سألوا الأم كانت هي تفعل نفس الشيء لأن أمها كانت تفعل نفس الشيء. ولحسن الحظ أن جدة كانت مازال حية، فلذلك سألوها لماذا كنت تقصي رأس الأسماك عند القلي، فقالت ببساطة أن المقلاة كانت صغيرة والأسماك كانت كبيرة، لذلك كانت توفر المساحة بقطع رأس السمك. بعض الأفكار تكون متوارثة أبا عن جد، ولذلك علينا أن نراجع الأفكار القديمة وليس أخذها كمسلمة وصحيحة وثابتة. وهناك قاعدة وضعتها في حياتي أن جميع الأفكار ليست ثابتة، إلا بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهي دائما ثابتة، ولكن بالنسبة للأمور الأخرى فهي ليست مسلمة وثابتة، فهي قابلة للتغيير. ودائما ما أراجع أفكاري فهل هي صحيحة أو غير صحيحة. عرفت علاش ما كندوي باللغة العربية كنولي ندوي بالزربة، كنتحمس، ولكن اللغه العربيه ملي كندوي بالزربه كنهضر بزاف. المهم ما عليناش، كما قلت لكم ما تديوش على اللغه العربيه ديالي لان اللغه العربيه ديالي بسيطه. النقطه التاليه تقول do it for yourself، افعلها من اجل نفسك، لانك ان اردت ان تحقق النجاح وان تحقق الاموال الطائله عن طريق ان تغيظ احدا ما او ان تنتقم من احد ما، فان المال لن يجلبك السعاده ابدا، لذلك do it for yourself. النقطه التاليه تتعلق بالغنى، فهناك عادات نفعلها وعادات لا نفعلها، والامر بيننا وبين الغنى هو اننا العادات التي نفعلها لا تجلب لنا الغنى بل تجلب لنا الفقر، فلذلك علينا أن نغير تلك العادات القديمة بعادات أخرى جديدة التي تقربنا من الغنى أو من النجاح. فالعادات لها دور مهم في تنمية حياتنا أو تأثير على حياتنا بسلبا أو إيجابا، لذلك علينا أن نراجع عاداتنا هل هي جيدة أم سيئة. وإن كان لي أن أختار عادة واحدة سوف أختار عادة القراءة، لأن القراءة سوف تعطيك الكثير من المعلومات والكثير من الاستفادة لأناس آخرين، كذلك هذه القصص سوف تلهمك لكي تحقق نجاحا. وإن لم تطبق هذه الأشياء فإنك لم تفعل شيء، لك أن تقرأ الروايات أحسن من كتب التنمية الذاتية، فأهم شيء في القراءة هو التطبيق في الحياة الواقعية. النقطة التالية هي الفرق بين الأغنياء وبين الفقراء. الأغنياء مؤمنون أنهم متحكمون في قدرهم وفي حياتهم وفي النتائج التي تحصل، ويتحملون المسؤولية على تلك النتائج سواء كانت جيدة أو فاشلة. لكن الفقراء يفعلون عكس ذلك تماما، يقولون أنهم غير متحكمون في حياتهم، يلعبون دور الضحية نظرا لأنهم يريدون المساعدة من الغير ويلومون الآخرين على مشاكلهم الخاصة. ولن تجد يوما غنيا يشتكي لك من شيء لأنه يحل مشاكله بنفسه،
عكس الفقراء الذين ينتظرون المساعدة من الآخرين وينتهون بلوم كل شيء أو كل شخص محيط بهم. كما أن هناك شيء يسمى قانون الجذب، فإن كنت تظن الخير آتي لك فسوف يأتيك الخير، وإن كنت تظن أن الشر سوف يأتي لك سوف يأتيك الشر. كما قال الله سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. الضحية سوف تعرفه بثلاث صفات مميزة: التبرير، الشكوى، ولوم الآخرين. فدائما ما سوف تجد الضحايا يلومون الحكومة، الدولة، المدرسة، المعلمين، الظروف، الاقتصاد، أي حاجة سوف يلومونها الضحايا إلا أنفسهم، فهم لا يلومون أنفسهم أبدا. كما أن هناك بعض الأشخاص، ليس بعض الأشخاص، الضحايا يقولون أن المال ليس مهم كالحب، فهذه ليست مقارنة عادلة أبدا. كما أنك تقول هل مهم ذراعي أم رجلي؟ فكلاهما بنفس الأهمية ولن تستطيع أن تختار أحدا من بينهم، وأفضل شيء هو أن يجتمعا معا. حاول أن تدفع فواتيرك بالحب، أو أن تذهب إلى البنك وتفتح حساب لكي تضع فيه الحب، فغالبا غادي يسحب لهم شحمه قارب من سبيطار الحمى. المهم فيما يكون عندك جوج اختيارات تختار هذه ولا هذه، حاول تفكر كيفاش تختارهم بجوج معا ماشي غير واحد فيهم. ابقى بعيدا عن مدمري السعاده لان الطاقه السلبيه معديه، هذه هي النقطه التالية. اذا كانوا شي صحاب ديما كيضروا في المشاكل ولا الدرا الخاويه البنات والمشاكل هادشي كاع ما غادي ينفعك في الفيوتشر، يعني كيضيعوا وقتك وديما كينقلوا لك الطاقه السلبيه، فحاول تبعد منهم عمن قريب لانهم سوف يدمرون حياتك عاجلا ام اجلا. النقطه التالية: الاغنياء يلعبون من اجل الفوز والفقراء يلعبون من اجل عدم الخساره. مثلا ان لعبت مباراه كره القدم ولعبت الخطه دفاعيه فلن تفوز ابدا، فعليك ان تتعلم الوقت المناسب لكي تدافع والوقت المناسب لكي تهاجم. سبب عدم حصول بعض الاشخاص على ما يريدون هو انهم لا يعلمون ما يريدون، وهذه هي النقطه التالية. فحاول أن تحدد أهدافك اللي هي 5 سنوات القادمة للعام القادم أو 10 سنوات القادمة لكي تعرفك طريقك التي سوف تسلكها لكي تحصل على هذه الأهداف أو تحقق هذه الأهداف. النقطة التالية: إن لم تكن ملتزما مثل الأغنياء فلن تصبح مثلهم أبدا أبدا أبدا. دائما الأغنياء يخدمون على أهدافهم 7 أيام على 7 أيام و24 ساعة على 24 ساعة، يعني ما كاينش يوم إجازة ولا راحة، ما كاينش سبت والحد روبو، ما كاينش بين السوق خرجت مع أصحاب البارتيز وداكشي كامل، ماشي يكونش هاد الأغنياء لذلك هم اغنياء. ولكن انت ما بستعش حبيبي دير هادشي كامل، فلذلك راه ما غاديش تصبح غني الا بالصدفه او بالمعجزه. المعجزات ما بقاوش انبياء. بيان سور هادشي كيديروا واحد الفتره معينه من حياتهم ومن بعد كيوليو يستمتعوا بالثمار اللي زروها من قبل، يعني كيوليو يهزوا النشاط في اخر حياتهم. النقطه التاليه: الهدف من حياتنا هو ان نضيف قيمه لهذه الاجيال القادمه وهذا الجيل الحالي، وان كنت مازال على قيد الحياه فمهمتك لم تنتهي بعد. من بعد مرات كنخرج على الموضوع حيت ما موجدش لي اللي جات في راسي تنقولها وصافي. النقطه التاليه: الاغنياء يركزون على الفرص والفقراء يركزون على المعوقات. وهنا قصه حكى للمدير في العمل التي تمثل هذا الأمر، والتي تقول: المدير كلف رجلي مبيعات أن يذهبا إلى بلد ما وأن يروا الفرص التي توجد في ذلك البلد. وعندما رجع إلى المدير يحكي له الفرص التي توجد في ذلك البلد، قال له رجل المبيعات الأول أن هؤلاء الناس في ذلك البلد لا يلبسون الأحذية، يعني ما كاينش فرص باش نبيعوا لهم ملمع الأحذية. وأراسل باللي نقول لكم مرة شركة منتجات تلميع الأحذية، إن رجل المبيعات الأول قال لي راه ما كاينش فرص في ذاك البلد، علاش؟ لأن الناس ما كيلبسوش الأحذية. أما بالنسبة لرجل المبيعات الثاني قال لي راه داك الناس ماشي يلبسوش الأحذية، إن راه كاينه فرصة كبيرة أننا حنا نبيعوا لهم الأحذية ونعطيهم الثقافه كيفاش يسيروا سبب الديار. يعني كل شخص شاف بطريقه ديالو الخاصه، واحد شاف مشكله وواحد شاف فرصه اللي يستغل، وهكذا كذلك في الحياه هناك اناس يرون المعوقات وهناك اناس يرون الفرص في المشكل. النقطه التاليه تقول: المهم هو ان تبدا، ربما تكون ترى فقط المنعطف القادم ولا ترى باقي الطريق، ولكن عندما تصل لذلك المنعطف سترى باقي الطريق باكمله. إن كنت تريد ان تبدا في مشروعك الخاص فعليك دراسه الجدوى قبل ان تبدا في المشروع، فربما تعمل عند شخص في نفس المجال حتى تكتسب المعرفه الكافيه لكي تبدا مشروعك الخاص. وعلى سبيل المثال انا اقوم بنفس الشيء الان، فأنا أريد أن أقوم بإنشاء صالات الرياضة الخاصة بي، فلذلك أقوم بالعمل في مختلف صالات الرياضة كرجل مبيعات، وتعلمت أثناء هذه الفترة الكثير من المعلومات وكثير من الخبايا في هذه المهنة. أثناء هذه الفترة تعلمت أساليب البيع وكذلك التسويق وكذلك التسويق الرقمي، كذلك تعلمت كيفية التعامل مع الزبناء، كيفية إنشاء قاعات صالة الرياضة، وأنا لا زلت أتعلم إلى يومنا هذا، وكذلك أرى أنني لست مستعد بما يكفي لكي أبدأ في مجالي الخاص. المهم أهم حاجة في هذه النقطة هي أن خاصك تعلم ديك الحاجة اللي باغي ديرها عند شخص آخر، يعني إلا غلطتي تغلط فلوس هو ماشي فلوسك انت. النقطه التاليه تقول: كن متفائلا وليس متشائما، وركز على الفرصه داخل المشكل، وركز على ما تملك ولا تركز على ما لا تمتلك. النقطه التاليه تقول: صاحب اشخاص تريد ان تكون مثلهم في المستقبل، فالناجحين لا يصاحبون الا الناجحين، والفاشلين لا يعاشرون الا الفاشلين، الا من اراد ان يقوم بالطفره. ولكي تصاحب الناجحين عليك ان تقدم لهم قيمه مقابل ذلك الوقت ولا تشتت. وان اردت الغنى وان تصبح ناجح في المستقبل فعليك تقليد الناجحين والاغنياء، لان العجله مصنوعه من قبل، فلماذا نصنع العجله من جديد؟ النقطه التاليه تقول: ان اردت التحليق مع النسور فلا تذهب للسباحه مع البط او ان تاكل مع الدجاج. النقطه التاليه واللي عجبتني بزاف اللي قالت لك باللي سر النجاح ليس هو تجنب المشكلات او الهروب منها او التخلص منها نهائيا، بل هو ان تنمي نفسك حتى تصبح اكبر من اي مشكله. وان تنمي نفسك يعني نتعلم بزاف ديال المهارات: الماركتينغ، سيلز، كوميونيكيشن، تايم مانجمنت، سولفينغ بروبلمز. كاين بزاف مهارات كل ما تعلمتيهم كل ما وليتي كبر من بزاف ديال المشكلات في حياتك. النقطه التاليه: الاغنياء مستقبلون جيدون للمعلومات عكس الفقراء
الذين يظنون أنهم يعرفون كل شيء وهم لا يعرفون أي شيء. فدائما كن مستعد لتعلم المزيد، ودائما تفكر باللي ما نعرفه نقطة وما لا نعرفه بحر بأكمله. النقطة التالية: الأغنياء يشترون وقتهم مقابل المال، والفقراء يبيعون وقتهم مقابل القليل من المال. عميقة. عودة مرة. النقطة التالية اللي غادي تجاوبوا عليها نتوما: ما هي الثروة بالنسبة لك؟ النقطة التالية سوف نعيدها مرة أخرى. إن عرض عليك الاختيار بين شيئين عليك أن تفكر كيف تختار الشيئين معا وليس واحد فيهما فقط. النقطة التالية: إذا زاد دخلك الوظيفي فارفع من استثماراتك وليس من نمط حياتك أو أسلوب حياتك. فالبعض منا عندما يترقى يزيد من نمطه أسلوب حياته وليس من استثماراته، وهذه ليست إلا عقلية الفقراء. فعندما أقول فقراء فلا أقصد الإهانة، فأنا فقير حقير ليس حقير، لست حقير ولكن فقير. النقطة التالية: إن لم تكن تقسم مداخيلك وتفرق عبر المصروفات، الاستثمار، الادخار من أجل الطوارئ، فعليك أن تبدأ في أقرب وقت ممكن. وكذلك هناك سؤال لك: ما هو التقسيم الصحيح للمال أو للمدخل؟ الأغنياء يركزون على الأصول ويبتعدون كل البعد على الخصوم الذي يسحبون منهم الأموال. تلك الأصول هي التي تعمل من أجلهم وتجلب لهم المزيد من المال وتجلب لهم المال أثناء نومهم. وببساطة إن أردت أن تجعل المال يعمل من أجلك عليك أن تركز على الأصول وتبتعد كل البعد عن الخصوم. النقطة التالية: لا تجعل الخوف من الفشل أو من الأشياء الأخرى أو أي شيء كان أن يفقدك الثقة في نفسك والثقة في الوصول إلى أهدافك. كذلك في نفس الوقت لا تحاول أن تتخلص من الخوف، فالخوف يجب أن يكون حافز ودافع لتحقيق ما تريد وليس المانع. فالشجاعة ليس هي عدم الخوف بل التصرف في حضور الخوف. النقطة التالية: إن اخترت الأشياء الصعبة في الحياة حياتك سوف تكون سهلة، وإن اخترت الأشياء السهلة في الحياة حياتك سوف تكون صعبة. النقطة التالية: ما تولي إنسان ناجح إلا عندما تتعلم أن تستثمر في نفسك. الدورات، الكتب، المعرفة، فهي كل شيء في الحياة. إن أردت شيئا في الحياة ولم ينجح وعدت المحاولة ولم ينجح ذلك الشيء، فرجع ما تفعله لكي تحصل على تلك النتائج. فإن استمرت أن تفعل نفس الشيء منتظر النتائج مختلفة فلن تحصل على تلك النتائج إلا في أحلامك. تحاول أن تغير الخطة وليس الهدف لكي تحصل على نتائج مختلفة. والشيء الذي لاحظته في جميع كتب التنمية الذاتية والثقافة المالية أن الأشخاص الناجحين لديهم شركات، فالشركات تحميكم من الدولة ومن الضرائب ومن العديد من الأشياء. كذلك جميع كتب التنمية الذاتية أو الثقافة المالية تقول إن أردت أن تصبح غني فعليك أن تتوفر على عدة مهارات، من بينها المحاسبة وهي الثقافة المالية، القدرة على قراءة البيانات المالية وفهمها. الاستثمار يركز على الخطط والاستراتيجيات التي تجعل المال يولد المال، وفي شيء من المخاطرة والإبداع. كذلك فهم السوق لأن الأمر كله متعلق بالعواطف والمشاعر والرغبات. وأخيرا القانون: على عملك أن يكون قانونيا 100% بالخصوص فيما يتعلق بالضرائب. وآخر شيء في هذا الفيديو: ما هي عقبات الوصول إلى الحرية المالية؟ أولا الخوف من التطور والتعلم وفقدان المال، فبزاف ديال الناس كيخافوا يفقدوا الفلوس ديالهم لأن المخاطرة لابد منها، والكثير من الناس لا يحبون خسارة المال، لذلك هذا حاجز للتعلم. ولكن الأغنياء يخاطرون دائما بالمال، وهذا هو الفرق ما بينهم وبين الفقراء. إن كنت رجل كبير في السن فلا بأس من عدم المخاطرة، ولكن ما دمت شابا فالمخاطرة هي لعبتك المفضلة. ثانيا السخرية من المواقف والجهل بها، لأنه يوجد كثير من الناس لعبتهم المفضلة هي التنمر والسخرية ولا يحبون الأغنياء ويسخرون من المال، لذلك لن يصبحوا أغنياء أبدا. ثالث حاجة procrastination and laziness، الكسل والتسويف. هذه تغلب عليه بحاجة واحدة اللي هي الجشع، ماذا سوف تحصل أنت من ذلك الشيء. والحاجة الأخيرة اللي هي الحاجة الرابعة هي التكبر، فالتكبر يؤدي إلى الجهل، والجهل بالأشياء يؤدي إلى الفقر. إذا أدركت أنك جاهل في أمر ما فعليك أن تتعلم في أقرب وقت ممكن وأن تحل ذلك المشكل، فالجهل مشكل وهو أكبر مشكل بالنسبة لي. وبالنسبة لطريقتي المفضلة لمحاربة الجهل هي الدورات وكذلك الكتب، فالكتب هي أفضل طريقة لمحاربة الجهل بالنسبة لي. ومن بين الكتب التي تتعلق بهذا الميدان اللي هو الثقافة المالية، والتي أعطيتكم ملخص نوعا ما لهذه الكتب، ولكن من الضروري قراءة هذه الكتب لكي تكتسب المعرفة ولكي تحارب الجهل. هنا الكتاب الأول هو أسرار عقل المليونير اللي هو كتاب ناضي. ثاني كتاب اللي هو افضل كتاب عندي حتى انا هز ليا الميدان ديال الماركتينغ ان سيلز، ذا وان بيج ماركتينغ بلان. الكتاب الثالث اللي هو اتوميك هابت الذي سوف يساعدك على فهم العادات، كذلك كيتحدث على شويه ديال الموضوع ديال المال. وبالنسبه للكتاب هذا اللي هو سايكولوجي اوف ماني، ذا سايكولوجي اوف ماني ديال مورغان هاسل، هو واعر، وهذا اغنى رجل في بابل، ذا ريتشست مان ان بابل. هذا كتب ناضيه. واخر كتاب هو هذا. ففكرة هذا الفيديو سوف تفيدني أكثر مما سوف تفيدكم لكي أرجع وأستفيد من الأفكار التي كنت مؤمن بها في السابق، فلذلك هو مرجع لكي أحسن أفكاري وكذلك أحسن ثقافتي المالية ومعلوماتي الذاتية. ما كنتش فات معلوماتي الذاتية. anyway نتلاقوا فيديو جديد. adios. فهذه الكتب كاملة تدوي I forgot what I'm gonna say now but anyway فأنت لا تراها، ولكن رغم أنك لا تراها فهي موجودة، وإن حطت